بمناسبة اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، معنا اليوم رئيس غرفة الفلاحة لولاية المباخي، يتفضل في كلمة موجزة يعطينا رأيه في سيرة هذا اليوم وفي الفلاحة على العموم في ولاية المباخي. شكرا. اولا بالنسبه لهذا اليوم احنا يمثل لنا اليوم الوطني للارشاد الفلاحي، يمثل لنا التنسيق ولا بين الفلاح والارض، لان ويمثل لنا كذلك بالنسبه لمدى التطور نتاع الفلاحه والله نتاع الفلاح، خاصه نحن اليوم في محيط قصر الصبيحي اللي كان ارض يعني نتاع حبوب وما تجيبش حتى الحبوب. الحمد لله نرى هنا اكثر من 900 الف هكتار اللي هي فيها خضر، فيها على كل حال حبوب مسقية الحمد لله. يعني أول سنة اللي هي راهو الجهة اللي درنا فيها اليوم الوطني للإرشاد خصيصا لأن باش الفلاح ياخذ فكرة على التطور نتاع هذه المنطقة، وكذلك على كل حال في كلمة موجزة هذا اليوم يمثلنا احنا باش نكمل في العملية تاع الإرشاد ونزيد في التكوين تاع ابناء الفلاحين لانه خير خلف لخير سلف، وكذلك كسلطات وكمهنه نوقف الجنب للجنب، لانك يكون التنسيق ويكون العمل الوحيد والتنسيق الكامل راح تنجح. شكرا. شكرا.